هي ملي تنتكلموا كيف قلت لك قبيله الناس ملي تنتكلموا على مرض السكري بزاف ديال الاحتياطات او واحد البروتوكول وقايه تيقولوا الاطباء الناس اللي عندهم مرض السكري انك خاصك مره دير كونترول على العينين على الكلاوي على الرجيلات على هاد الامور كلها على الشرايين القلب والشرايين مي ما كتقالش ولا جو سي واش كتقال الان ولا لا ما كتقالش ما كتقالش البال الكبده هاد الكبد تا هو في حيز للنسيان بالنسبه للمراقبه ديال مرض السكري هو الاعصاب لا نوروباتي ديابيتيك اللي مهمين بزاف سورتو لا نوروباتي ديابيتيك تاع الكبد اللي ماشي مهمين بالنسبه للعضو بذاته ولكن مهمين كذلك بالنسبه لهذا التقنين وهذا السيطره على السكري. نعم كنشوفوا بان في لا نوروباتي ديابيتيك ملي كيكونوا الاعصاب مصابين بالسكري وهي من المشاكل الاولى ديال مضاعفات ديال مرض السكري قبل من الاخرين كيبدا بهذا خصوصا في ذاك الجهاز العصبي لا ارادي. كنعرفوا بان ممكن بعض المرات اللي درتي هذا هو كيحل يدير لك مشاكل باش تسيطر على السكري. خصوصا حنا شفنا في الحلقه اللي درنا ديال النوروباتي ديابيتيك بان المعده كتقاس بالسكري ما كتبقاش كتسمى لا غاستروباريزي شلل ديال المعده وبذلك الاكل اللي كتاكلو ما كيمشيش بديك الساعه كيبقى عاد خصو ساعه ولا ساعتين وبذلك لا كنا كنداو بالانسولين ودرتي الانسولين قبل الماكله غادي يبقى لك واحد ليبوغليسيمي واخا انت يلاه كلتي. نعم خاص تحول الوقت ديال الانسولين باش دير باش ما يوقعش لك هاد ليبوغليسيمي. دونك كدير مشاكل حتى في باش دير تكونترولي السكر. كذلك بالنسبه للكبد احنا شفنا الكبد بانه كي اكبر عضو ديال في تقنين السكر. دونك لا كان هو فيه مشكل راه غيكون مشكل في السكر. هو داك الزائد ديال الجليكوجين ها هو كي ديال السكر كيخزنوا الجليكوجين ماشي بوحدو ولكن شفنا العضلات والنسيج الدهني. ولكن لو وقع مشكل في السكر هبط راه ما كاينش اللي غيعتقك من غير الكبد ديالك. الكبد هو العضو الوحيد ما تطرقناش لواحد النقطه اللي كيتعامل العضو الوحيد في الجسم اللي كيتعامل مع سكر الفواكه لو فركتوز. ما كاينش شي عضو اخر كيدير لو فركتوز كيتعامل معه نهائيا. بذلك الفركتوز الناس عندهم بانه ما كيطلع السكر فعلا ولكن بتخزينه في الكبد وتخزينه بغا يولي دهون راه يدير خلل في الوظيفه ديال السكر. دونك الكبد خصو المحافظه ديالو باش نتفاداو الكبد الدهني. خصنا نتفاداو مهم نسبه قليله من اللي كيكون فيها مشكل في الادويه ولكن السبب الرئيسي جدا هو نمط الغذاء ديالنا الماكله ديالنا اللي فيها الكربوهيدرات بكثره. وكاين واحد السكر اللي كنعرفوه كنعرفوه السكر الابيض السكر اللي كاين في النشويات ولكن كاين واحد السكر اللي كنسموه كاشي. كاشي علاش؟ حيت الاسم ديالو ما كنعرفوش. نعم كاين اكثر من 50 اسم ديال السكر اكثر من 50. كاين هادو كاين لي سيرو. كاين انا بزاف المرضى كيقول لي دكتوره كناخذ انا هذاك سيرو ديال ليغابل ولا سيرو ديال لاكاف ولا نو لي سيرو كلهم فيهم السكر. كاع داكشي اللي كيدير باوز في الاخر سكر سكروز مالتوز
وكاين واحد السكر لا مالتودكسترين اللي كثر من السكر، كثر سكر من السكر. هذا دونك كاين لي فيلوز. دونك خصنا نعرفوا داك لي سيرو لي سكر كاشي الاسماء ديالهم، باش بحال لي سيرو دو مايس، لو فركتوز، ساكاروز، مالتوز، ديكستروز، هادو كلهم اسماء خفيه ديال السكر، ولكن ديال السكر هي ديال السكر اللي خصنا نعرفوها باش ملي نشريو شي حاجه نعرفوا بان فيها السكر. وداك السكر غيتعامل مع الكبد هو اول حاجه باش غيولي شحمه في الكبد. وهاد هاد الاسابيع الاخيره وقع واحد ريفوليسيون طفره غذائيه، تغيير الهرم الغذائي. برافو عليك لاله جميله متابعه الاحداث. هذا 40 عام ما تبدلش داك الهرم الغذائي اللي كان كيعتمد على الكربوهيدرات، هي اللي كانت في القاعده في القمه. كان هو دابا تبدل وتقلب، فوالا ولات هي في القاع في التحت، تقلب ولا لتحت. تبدل هذا ديال البروتينات اللي محتاجين لهم، كان 0.8 دابا 1.2 مكثر. تبدل دور ديال الدهون المشبعه اللي ناتجه على اللحوم والبيض، تعطاتها اهميه قيمه. تم التحذير من الاغذيه ديك المصنعه او المعالجه اللي يبقى ترانسفورمي. دونك هذا حدث كبير مازال ما تصادقش عليه، ما كانش واحد اجماع، ولكن شفت انتقادات تمت من ناحيه ديال البيئه بان الاعتماد على البروتينات الحيوانيه وعلى اللحوم هو مضر للبيئه، لانه كينتج اكثر ديال هذاك ديال لي فيد سير. دونك هذا واحد ثوره غذائيه اللي انا كان امن بها، انا شخصيا كان امن بها. دونك سنتفاداو السكريات، والمغاربه كيستهلكوا بزاف السكر، كيستهلكوا تقريبا 40 كيلو ديال السكر كل شخص في العام، تقريبا 100 غرام في النهار. هذا الشيء تم المنظمه العالميه اللي متجاوز زعما التوصيات كتوصي تقريبا ب 25 غرام، ما تفوتوش 25 غرام في النهار، وما تفوتوش 9 كيلو في العام. المغاربه كناكلوا بزاف السكر. حنا عندنا واحد المساله ديال انني ما نشربش السكر في اتاي في القهوه، ولكن معليش راه كنوازن ملي كناخذ مثلا بغرير مسمان فينوازغي هاد الامور كامله. كاين الناس اللي كتمشي وكاين الناس اللي تقول لك لا راه ما بقيتش كناخذ السكر، ولكن كناخذ السكر الطبيعي. مثلا الناس كتمشي في التمر، كتمشي في الفواكه. وكيف تكلمتي على الهرم الغذائي اللي تغير من التغييرات ايضا، انهم قالوا ما خاصش يكون العصير، يعني انني فوالا انني نطحن الفخوي، نطحن الفاكهه ديالي بكثر بانني ناكل الفاكهه هكذاك. حيت ما كيكونوش الالياف، على الاقل كينقصوا من امتصاص ديال الفركتوز. والفركتوز كما قلت لك راه كيمشي نيشان الكبد مع تعوض اخر ما كيعرف يتعامل معه. نعم، ربما هذا النظام الغذائي يكون شويه غالي. علاش؟ لان غنشوف البروتينات بزاف، وكنعرفوا ان البروتينات الحيوانيه الثمن ديالها ماشي فعلا. وكانوا من بين الانتقادات اللي داروا لهذا الهرم الغذائي الجديد هو البيئه، من ناحيه البيئه ومن ناحيه الجانب المادي ايضا. المهم واحد ياكل شويه، لان ما كتاكل السكر ما كيطلعش الانسولين، ما كيكونش عندك ديك اللهفه على الماكله. وتجرب هذا، تجرب الانسان، اي واحد ممكن يجرب في الصباح ما ياكلش الخبز، ما ياكلش لي فينوازغي، غيشوف واش غيجي الجوع، واش يدير اللهفه ديال الجوع اللي هي من علامات مقاومه الانسولين. حيت الناس مثلا اليوم دكتور ملي كيتكلموا انني ما ناكلش الخبز، مثلا يقول لك ما ناكلش الخبز بالدقيق الابيض، ما ناكلش هذه، ولكن كيقول لك مشي مثلا الدقيق الكامل. واش الدقيق الكامل اولا هاد الزرارع اللي ولينا اليوم تندخلوها في الخبز، يعني إلان كندخلوا بزاف ديال الحبوب، بزاف ديال هذا، واش هي اقل سكر ولا حتى هي فيها السكر؟
الدقيق القمح. علاش المشكل طرح الان بالنسبه للفواكه؟ لان تعدلت جينيا، ما بقاتش الفواكه اللي كانت شحال هذه اللي كانوا ناقصه بزاف من الفركتوز. تعدل القمح ولا فيه الجلوتين، فيه بزاف. الجلوتين سيتي بروتين ماشي كربوهيدرات، ولكن تبدل التركيبه ديالو. دونك لا بغينا كيما نقولوا نكسبوا صحتنا، نقصوا من الخبز ولا نديروا بدائل جاي مزيانه، زرارة بحال الججلان، زرع الكتان، القاطونه ديال اللوز، الدقيق ديال اللوز. المهم شويه مكلف، ولكن نقدروا نديروا الزرارة، نديروا الحمص، نديروا زرع الكتان. واش نخلطوهم مع الدقيق ديال القمح ولا بوحدهم؟ نقدروا نصوبوهم بوحدهم. الخبز ما كاين طرق وصفات اللي منتشره نصوبوا بهم الخبز كذلك بهذا الدقيق اللي ما فيش سكر، وما نعتمدوش نهائيا على السعرات الحراريه. خصنا نعرفوا ماشي السعرات الحراريه هي اللي غتخلينا نقصوا من الوزن، ومهم بزاف نقص الوزن. في الكبد الدهني غيتنقص 10% ديال الوزن، 90% ديال النتيجه ديال الخطوره من انك تصاب بالكبد الدهني. الكبد الدهني غتنقص، واخا يكون الكبد الدهني غتنقص منه 90%، نقصي غير 10% ديال الوزن ديالك. دونك باش تنقص خصك تنقص من هذا الخبز، نقص منه هذا دير فيه طحين اللي ما فيهش السكر، الاندكس الجليسيميك ديالو با. مثلا العجائن، اجي نوضحوا لك المساله بشكل اللي هو واضح للمستمعين. اعطيني مثلا كنا باغيين نحافظوا على الكبد ديالنا لان عرفنا انه هو الوزين. اشنو هما المأكولات اللي كتنصحي بهم اليوم خاصنا ناكلوهم باش الكبد ديالنا يكون مزيان؟ حيت عرفنا اول حاجه كتضرب الكبد ديالنا هو النمط الغذائي ديالنا، واخا كنقولوا راه متوازن وهذا، ولكن لقينا انه لا. فاشنو هي الماكله اللي خاص الكبد اللي كتفرح الكبد وكتعاونو وكتخليه انه يحافظ على صحته؟ المهم خصنا نحيدوا السكر اللي باين. نعم، داك السكر المضاف اللي كنزيدوا اول حاجه. بزاف المواد الطبيعيه وكنقولوا راه ماشي مشكل، بحال العسل، بحال التمر، ما نكونش افراط في خاصه حنا لما نقربوا من رمضان. نتفاداو العجائن، لي باسيات، نتفاداو الرز ابيض. الرز ابيض خصو يكون داك بسماتي، بزاف بسماتي. ما كيكونش بسماتي فريمون بسماتي. البسماتي كنديروا في الماء، ما كيطلقش البيوضه يعني ما فيش نشا نهائيا. عندك الخضر كلها مزيانه الا البطاطا فيها نشا بزاف، فيها الاميدون. الخيزوم اللي كيطيب هذا ناكلو خيزوم خضر ماشي مشكل. هذا الجلبانه والقوق فيهم سكريات بزاف، دونك نتفاداوهم من عندها باش نقصوا منهم او ماكسيموم. القوق والجلبانه الناس كياكلوا مره في شحال، يعني كسكسو تا هو سي د لا فارين، دقيق. نقدروا نديروا بدائل كاملين. الشعير بعد اقل ضررا نقدروا نديروا بالكينوا. فوالا بالكينوا ولا بالشعير. البلبوله هي هذيك الشعير. دونك البلبوله الكينوا نديروا بها كسكسو. المهم ما فيهمش السكر بحال السميده. الفواكه كلها فيها السكر نتيجه ديال هذا التعديل الجيني الا لافوكا ودوك لي بتي فرو روج. المهم كنصح بهم يكونوا بيو، لان ما كنقشروهمش، ما كيكون فيهم لي بيستيسيد. دونك هذا التحفظ ديالي بالنسبه لهذا. خاصهم يتغسلوا مزيان، لي فروي روج، ولا يكونوا بيو ما يكونوش فيهم لي بيستيسيد. دونك هادو هما. لافوكا راه الناس كتمشي بزاف فانها كتاخذها كسلطه اكثر ما كتاخذها كفاكهه زعما كيما تخادت مزيانه. ما ناكلوا السكر غادي نشوفوا باننا ما نديروش بزاف، ما عندناش اللهفه على الماكله. يمكن غنستهلكوا قل من لاكلينا في السكر. نعم. هنا الناس بزاف اليوم مثلا كتمشي مثلا بحال مثلا الخروب، القرفه، الكركم. كلامك على هذه النقاط هذه، واش حتى هي هاد
النوع ديال التوابل حنا كتعرفي كمغاربه عزيز علينا التوابل اللي قامه، فبالتالي واش هي مفيده لصحه الكبد؟ شنو اللي كيجي في القائمه؟ واحد المهم كاين الحامض مزيان، الحامض مزيان. القرفه خصنا نعرفوا اش من قرفه. هكذا كاين هذيك القرفه اللي بحال الجذور اللي توكسيك فوق لو فوا، بالعكس خاص ديك المنويه. دونك النوع ديال القرفه مهم بزاف نختاروه قبل ما نشريوه باش نعرفوا اللي مفيد للكبد واللي ماشي مفيد للكبد. برافو. الخرقوم خصنا الخرقوم طبيعي اللي ما فيش الملون. الملون واخا داك العود كاين بعض المرات كيكون فيه ملون، خصنا الخرقوم اللي نشرو ما فيش الملون ونطحنوا عليه. الخرقوم البلدي فيه ملون. هكذا داك الخرقوم داك العواد كاين لا هو عواد وملونينو كاين. دونك ناخذوا داك الخرقوم اللي بحال السكنجبير، صافي اللي ما فيش الملون اللي طبيعي. اشنو ثاني؟ نحافظوا على الكبد من ناحيه ديال واحد السموم الفطريه. داك لي ميكوتوكسين كاينين كيكونوا في داك الخبز غامل كارم. الخبز غامل كارم اللي كنشوفوه حنا يعني للاسف في المغرب كيتباع وكيتشرى وكيتعطى الدجاج وكيتعطى البقر. اولا مضر لهم لانهم ما كيخليش يكون اللحم. ثانيا هذاك الميكوتوكسين كيبقاو في الكبد، كيبقاو في الدجاج، كيبقاو في اللحم، كيبقاو في البيض، كيبقاو في الزبده، وما كيمشوش بالثياب وكيرجعوا لينا ملي كناكلوهم. هذا مهم. الكبد كيضرب الكبد، كيضرب بالجينات، كيقدر يدير سرطانات. دونك هادو نحتاطوا بهم. لان صراحه من العادات ديال بزاف الناس مثلا ملي كيكون شي واحد في شي عرس ولا شي حاجه، كيكون شي واحد عنده اعزكم الله اولا الناس كتكون عندها مثلا البهايم اولا كيقول لي واجمع لي الخبز نديه معايا، ففعلا كيتجمع داك الخبز. حنا كنتكلموا بالدارجه وداكشي اللي كيتجمع داك الخبز كيتدى يعني كطريقه زعما مزيانه، ربما في الطريق، ربما المده، ربما داك انه تجمع بديك الطريقه فردوا البال اللي يكون غمال ولا شي حاجه. وتا في الخبز في الدار لا كان طريف غامل من الخبز ماشي نحيدوا داك الطريف ونلوحوا ناكلوا داكشي اللي بقى اللي نقولوا راه مزيان ما تبقاش بالغموليه. نو يتحال الخبز كامل ونورمالمون خصنا نديرو في ميكا ونتسدوا عليه باش ما يلوثش لينا البيئه وداك الميكوتوكسين يبقاو ياكلهم من الغنام وداكشي. دونك هاد لي ميكوتوكسين كاينين في الخبز الغامل. بعض المرات في داك التوابل اللي ما كانش مستافده بها. في التفاح حتى هو داك الخزاز ديالو اللي كيكون هذا كيخماش شويه اولا دونك حتى هو كيولي فيه لي ميكوتوكسين، وهذا مهم بزاف ابتعاد عليهم بالحفاظ على الكبد. نهضروا على بعض لي تيزان دابا مع البرد بزاف الناس بزاف ديال لي تيزان كناخذوهم وبزاف الناس كتاخذ مجموعه من الاعشاب باش نكونوا واضحين. نهضر على الاعشاب اللي معروفه. نتكلموا مثلا اللي معروفه، نتكلموا على الزعتر، نتكلموا على البابونج، نتكلموا على اللويزه، نتكلموا على اليازير، نتكلموا على فوالا، نتكلموا على هاد الامور هذه. الناس اللي كتاخذها الشيبه الان فوالا توكسيك. قولي لي كل وحده مثلا الشيبه الناس دابا كتاخذها الاتاي مع البرد. الشيبه ما كنصحش بها باسكو شويه توكسيك. واخا ناخذوا غير شويه منها المهم تفادى انت متحفظه عليها. محافظه عليها. الشيبه الروماران نو. اليازير تري بيان. كنشجع بالعكس على هذا التناول ديالو. اون بليس اليازير تقدر ديريه في شحبق الدار، ماشي لا بدا تكون عندك جرده باش ينوض لك، ديريه في حبق ويدير سي اون تري بون تيزان مانيفيك. لو روماران واتاي لو تي فير فوالا الشاي الاخضر. دونك هادو هما اللي مزيانين الكبد. الزعتر حنا من الناس اللي كنشربوا الزعتر بزاف، والزرعه ديال البسباس او النافع مهم. شنو اللي كتفضلي الزعتر؟ ما نقدرش نقول ما عنديش هذا زعما دراسات على هذا مزيان. المهم هاد الكبد، هاد السكر، وهاد لي تيزان خضار طبيعيه نتفاداو لي زاليمون اوترا ترانسفورمي. فوالا متحوله هذا فائقه المعالجه. ونتفاداو كذلك ان حتى العيالات
لكان الكبد ديالهم صحيح غادي يتفاداهم مشاكل اخرى بين داك الهبات الساخنه ديال لا مينوبوز ديك الصهده. بزاف تجربه كبيره عندي مع العيالات اللي كيكون عندهم هاد لي بوفي دو شالور ان ريجيم اللي ما فيه السكريات اللي غيعاون يساند الكبد كاين يعطي نتائج كبيره بالنسبه لهاد الهبات الساخنه. كذلك بالنسبه للحساسيه داك الهستامين باش كتصفى من الجسم خاص الكبد يكون نقي مزيان ما فيش الدهنيات حتى هي كنصح بها من كيكون حساسيه. من بين الاليات ديال العلاج كنصح بمسانده ديال الكبد بريجيم بدون كربوهيدرات. نعم هي صراحه فعلا ملي كندير ريجيم فعلا كتنقص لي الحساسيه، لان فعلا ملي كنقص السكر او ملي كنقص الخبز وهاد الامور كلها صراحه الحساسيه عندها 3 فولي. النظافه اكسيسيف فوالا حيت كتخربق الجهاز المناعي. السكر ما يتحيدش السكر عفوا وداك لي زانيمون اللي فيهم نيستامين اللي غيش اون نيستامين اما غنيين نيستامين ولا كي استامينو ليبراتور اللي كيديروا ديكلونشور هما كثار بزاف. ما خصنا نيغوسي معاهم وما نكثروهمش ما نلاقوش واحد مع واحد. دونك هادو هما لي فولي ديال الحساسيه اللي داخله فيها مسانده ديال الكبد ما يكونش دهني. نعم تكلمنا على بزاف ديال الامور، من ضمن الامور ايضا اللي خاصنا نعرفوا واش لها داخل او لا ستريس ربما اليوم ولاو بزاف كيصنفوه وكيقولوا انه مرض ديال العصر او لا كيسهم بزاف ديال الامراض. ستريس والكبد يمكن ما كايناش علاقه مباشره ولكن علاقه غير مباشره عن طريق ملي كنستريساو غنولوا كناكلوا بزاف. كاين اللي كتجيهم الماكله على السكر كيوليو ملهوفين على السكر وتقدر تضر هاد الكبد عن طريق الاكل اللي كيولي مخربق. نعم العلاجات ديال الكبد الدهني ياك هي ديال انك تعالج الاعراض اللي كانت مثلا السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول، ولقينا العلاج الرئيسي هو الماكله ديالنا. النظام الغذائي اللي ذكرتي ان خاص فعلا يكون ريجيم بالنسبه للكبد، هذا هو اللي كيقع عليه الانسان الراحه ديالو ياك ولا لا؟ فعلا دونك حنا عطينا العلاج الوحيد ولا واحد. نعم دونك حنا اليوم معك عطينا ربما خلاصه كيفاش نتعاملوا مع الكبد ديالنا والماكله ديالنا. كنتمنى انا ما نسينا حتى شي نقطه معك ياك ولا لا؟ كاينه شي نقطه درنا كلشي. الكبد ما عندناش اليات باش نفحصوا بحال نعبروا الوظيفه ديالو. صح حتى احنا اطباء باش ملي كنعطوا الادويه كنتابعوا الكليتين عندنا كيفاش نضبطوا الامور. عندنا داك لا كرياتين لا كينيرون دو لا كرياتين كان بعض المرات كنقصوا من الادويه من جرعه ولا كان اسباسيو داك الادويه باش كنحافظوا على الكليتين من جراء الادويه. في الكبد ما عندناش الاليات باش هذا دونك نحافظوا عليهم من ناحيه الادويه ومن ناحيه الاغذيه.